يلا بسم الله. ما كل الناس بقى تجتمع هنا نبدأ نتكلم. طيب عايزين نثبت اللينك ده بقى هنا. قلت لكم امبارح في معلش بس عشان بقى بظبط حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، امبارح قلنا في اللايف ان انا هطلع النهارده عشان ايه، هعلن لكم عن البراند اللي انا عاملاه. نزلت صورته من شويه بس قلت يلا مش مهم، يلا ان شاء الله عن حد حاول. فينك من زمان انا موجوده. كنت معاكم في اللايف امبارح، في ناس كتير كانت معايا وفي ناس ما كانتش موجوده يعني، بس سبت اللايف ما مسحتوش. خسيتي قوي بس كده احسن، الواحد بيلبس اللي هو عايزه على الاقل. اهم حاجه في موضوع الخسسان ده والله العظيم يا جماعه اللبس. كنت صديق عندك ومره واحده ما كنتش بشوفك ليه، مش عارف، انا بقالي فتره ما طلعتش والله يا جماعه. اهلا بيكي يا قمر. طيب انا بحبك، ميرسي يا توته، تسلمي يا قلبي. الحمد لله على السلامه، شكلك خاسه قوي يا لولا بس كده احسن صح. وش هو اللي في الخسسان بيبان قوي، فاضطريت الفتره دي بقى باكل كويس وبشرب لبن عشان ارجع لرونقي، على الاقل وشي يرجع لرونقه. جسمي خس بس انا محبش وشي يخس خالص. طيب احنا امبارح طلعنا لايف بس عشان ايه ما اطولش عليكم. دلوقتي في ان انا اي حد معروف يعني، اعوذ بالله من كلمه انا طبعا، ممكن يعمل براند هدوم، براند ميك اب، اي براند طرح، يعمل سكين كير، اي حاجه هو بيحبها مثلا او شايف ان هو هيمشي فيها. الحقيقه ان انا عملت براند يا جماعه ليه علاقه باللي انا بقدمه. يعني انا بقدم زي قصص كده لاطفال صغيره يعني بشكل كوميدي، فانا كل جمهوري اطفال، فحبيت ان انا اعمل حاجه ليهم، فقررت ان انا اعمل البراند ده. لا فيكي الخزازان بتفكريني بلولا الصغيره. تسلمي يا مريومه يا جميله. طيب بصوا، انا ما جيت اعمل براند عشان كده كنت بقول لكم امبارح ان انا هوقف اعلانات بقى خلاص للسكين كير واي حاجه ليها علاقه بالسكين كير يعني. ليه؟ عشان انا عملت براند وسميته كمان باسمي، عملت براند لولا فاني. هو باكج يا جماعه، شامبو وشاور ولوشن، هو لوشن ومرطب، وعملت دابر كريم ده للاطفال اللي هم نونات لسه، ده للتسلخات او المكان او مكان الحفاضات. طبعا ايه، اي ام عارفه انا بتكلم ازاي، ده مهم جدا، حاجه كده زي السودو كريم. تمام، نتكلم عن حاجه بس الاول. انا عملت دلوقتي بيج للمنتج ده، بس احنا مش هنتكلم فيه غير عن الشامبو والشاور والحاجات دي كلها. طيب يا ريهام حاضر، هخلص اللايف وارد عليكي. فانا ما قررت اعمل البراند، عايزه اعمل حاجه للاطفال عشان انا محتواي للاطفال وان انا بحب الاطفال. هل ده ما ينفعش للكبار يا لولا؟ لا عادي، انا قشطه بستحمل بيه قشطه. يعني انا بستخدمه عادي، بس هو الاطفال بقى عشان الشامبو يا جماعه. بصوا فين الشامبو اهو، بصوا ده شكله. بصوا الشامبو اصلا هقرا لكم عشان مش هتعرفوا تقروا، جاي بالعكس. بيحتوي على زيت جوز الهند وزيت جوجوبا وعسل
المنتج ده يا جماعه تركي، هي الشركه اللي مصنعه شركه تركيه بس مصنع هنا في مصر. هو مكون من زيت جوجوبا، زيت زيت جوز الهند وعسل. ده الشامبو مكون من الحاجات دي، حاجات طبيعيه جدا جدا عشان ما تاذيش بشره طفلك. معلش كان في حد بيتصل. عشان ما تاذيش بشره طفلك ايه، ما تاذيش بشره طفلك. وكمان هينعم شعره جدا او شعرها جدا، ولا الولد والبنت عادي. انا محتاجه اشرب حاجه دافيه فعلا. بصي، هينعم شعر بنتك جدا. طب خلينا في البنات عشان هي اللي شعرها طويل. هيكون سهل معاكي في التمشيط والتسريح، مش هيكلكع منك ولا يضايقك. اللينك اهو يا جماعه لو حد محتاج يطلبه. انا دلوقتي عاملاه لكل الامهات وعاملاه للفانز بتوعي، تمام؟ فانا هوزع منه قطاعي على اي حد عايز الاوردر ده، او مش مهم ياخد الباكج كله. لو انت مثلا محتاجه الشامبو لوحده او الشاور او الدابر كريم يعني، مش لازم. اه طيب تمام ماشي. هو المنتج ده علاقتك بيه ايه؟ انا اللي عاملاه. البراند ده بتاعي، حتى اسمه على اسمي، براند لولا فاني. على فكره يا جماعه، رقم وزاره الصحه اهو، صرح من وزاره الصحه بالنسبه للناس اللي بتقولك ده ممكن يكون منتج معمول كده. انا ماشيه في كل حاجه قانوني جدا جدا جدا. انا بقالي 6 شهور بعمل في المنتج ده شاور وشامبو ودابر كريم ولوشن. عشان تبقى انت شكلك واخده الدور انت كمان. طبعا طبعا كلنا واخدينه. علاقتي بالمنتج يا جماعه ان الشامبو لولا فاني بتاعي، البراند ده بتاعي وعلى اسمي. شامبو وشاور ولوشن. اللوشن يا جماعه مش بس معطر، دابر كريم ده للتسلخات والمكان الحفاضه قبل ما تحطي الحفاضه للبيبي. بصوا، انت ما هتفتحي يعني، انا حابه اوريها لكم بس عشان ايه اللي هيطلب الاوردر ده ما تجيش تقفليه كده، هتلاقيه ما بيقفلش معاكي، هتضطر ان انت تدبيه تقولي الماتيريال بتاعته مش حلوه وكلام زي كده. لا بصي، في هنا دوريه، في الغطا هنا دوريه، اما تدوسي على الدوريه اسمعي تك كده هو قفل، تمام؟ عشان بس الناس ممكن تقول لك ده هي الكريم مثلا او الشامبو بيتفتح بس ما بيقفلش. لا، هو بيتفتح ويتقفل عادي، بس دي تكه امان زي ازازه الميه كده، بتقفليه عادي، هو متبرشم من جوه. تفكي البرشمه دي كده. ما عنديش ضوافر، هي مشكلتي ان ما عندهمش ضوافر بقى. واخده كده شويه. اي حد هنا من فانز لولا فانا عايز يطلب الاوردر ده، شامبو بس او شاور بس او لوشن بس او كريم الحفاضه، دابر كريم، تقدري انك انتي تطلبيه من على البيج. انا منزله لكم اللينك اهو، اي حد يقدر يخش يتواصل معايا وهنوصلك لحد باب البيت. عايزه الباكج كله، لو طلبتي الباكج كله بتاخدي خصم طبعا، عشان بفتح عشان ما عنديش ضوافر بس. بصوا اهو، ده ايه مثلا؟ ده الشاور بيبقى لونه ازرق من هنا، الشامبو بيبقى موف. انت اما هتاخدي العبوه هتعرفيه. خلاص فتحنا البرشامه بتاعته اهو. المنتج ده مصرح من وزاره الصحه، وباذن الله قريبا جدا جدا هنزله صيدليات يا جماعه اهو. اما تيجي بقى تقفليه هتلاقي دوريه هنا اهي، دي تدوسي عليها تسمعي التك دي تك امان كده. الازازه برشمت تمام كانها لسه جديده، مش هتنزل منها اي حاجه خالص. بصوا، الشاور يحتوي على ايه برضو؟ انا هقول لكم عشان ايه مش هتعرفوا تقولوه عشان كلام بالعكس. بنسينول، كلنا مفيش بيت في مصر ما عندوش بنسينول بيستعمله.
كلها حاجات مرطبه يا جماعه، وحاجات بتفيد الجسم مش بتضره، ما فيهوش اي ماده كيماويه مضره بجسم الطفل، عشان عارفين ان الاطفال اصلا بشرتهم حساسه جدا. وجليسرين وفيتامين ايه وزيت حبه البركه وخلاصه الروزماري وعطر، ده كله منتجات طبيعيه 100%، ما فيهاش اي اذيه على بشره طفلك. انت كمان ككبار تقدري ان انت تستخدميه، ينفع اولاد وبنات عادي جدا. انت بقى مامتهم ما تستخدميه مفيش مشكله، باباهم بيستخدمه برده مفيش مشكله. انا بستخدمه عادي، وسيليا بتستخدمه. اول ريفيو انا عملته يا جماعه بستخدم نفس المنتج ده على بنتي، فهو لو في اي حاجه فيها ضرر، انا حتى لو انا هضركم بيها، انا مش هضرها على نفسي مثلا او هضرها على بنتي. انا اول واحده استخدمت عليها المنتج ده استخدمته على سيليا. فتقدروا انتوا تتواصلوا معايا على اللينك ده، انا هنزله لكم تاني اهو، انا مثبتاه على اللايف بس اهو نزلته تاني. ادخلوا البيج وتقدري ان انتي تطلبي منه سواء عبوه او 2 او 3 او ال4، الباكج على بعض عليه عرض. هتاخدي العبوه لوحدها برده مفيش مشكله، يوصلك لحد البيت. ده الشاور قلنا هو بيتكون من بانسينول، جليسرين وفيتامين ايه وزيت حبه البركه وخلاصه الروزميري وعطر. تمام. الشاور عادي جدا، بتحط شويه منه على الليفه بتاعه البيبي وبترغي، بتعمل رغوه قد كده، برضو هتشوفوها في الريفيو اللي انا عملته على سيليا. تمام. احنا قلنا برضو ان الشامبو زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا وعسل، منتجات طبيعيه 100%. انت اصلا لو جبتيها في البيت وحضرتيهم مع بعض مش هيكون مضر لطفلك ابدا، وما فيهوش اي مشكله. المنتج مصرح من وزاره الصحه، دي رقم تسجيل وزارة الصحة باسم لولا فان يا جماعة. المنتج ده كله بتاعي، الشركة اللي مصنعاه شركة تركية وصنعها هنا في مصر. تمام. نجيب اللوشن. 1 minute، ثانية واحدة يا جماعة. لايف؟ طب عايزه امك. تعالي. البتاع ده هو اللايف وشز بتاعه. ماشي. تعالي. يعني حد شايفني؟ خشي. ماشي. ايه شايفك؟ ماما. ايه؟ ليلى استنى عشان انا في لايف. ها؟ بقول لك الاشعاعات اللي جنب البتاع دي هاخد منها اشعه. مين دي؟ اشعه. طيب ماشي ادخلي. معلش يا جماعه بعتذر جدا، بس كان لازم افتح الباب لان الباب الشقه ورايا فلازم اروح افتحه. بصوا يا جماعه، الدابر كريم ده مكان زي السودو كريم. اخد واحده بس. ما تاخديهم. اخدهم عليه، هعمل بس حاجه فوق الباب اتقفل. باب الشقه اتقفل والمفتاح ورا. ماشي يا جماعه لحظه واحده. طيب، الدبل كريم ده يا جماعه ده زي السودو كريم. اكيد مفيش دلوقتي بتسمع اللايف ده مش عارفه السودو كريم. السودو كريم مش بيعالج التسلخات بس بيمنعها. يعني انت لما تيجي يعني مثلا لو البيبي عندك هيجيله مثلا تسلخات، عمل ستول مثلا في البامبرز، اوريدي هيجيله تسلخات، هو بيمنع التسلخات تيجي. حصل جات له تسلخات برضو هيعالجها. الدبل كريم يا جماعه بقى مكون من ايه؟ من زيت زيتون. احنا عارفين زيت الزيتون رهيب على اي حاجه فيها التهاب. زيت زيتون، زيت شجره الشاي، اكسيد الزنك، زيت الجوجوبا، مكونات طبيعيه 100% مش هتضر بشره طفلك او طفلتك في اي حاجه. برضو المنتج مصرح من وزاره الصحه، ودي الرقم اهو عشان برضو حد حب يتاكد. وباذن الله في القريب العاجل هينزل صيدليات. شيلي البرشامه. وبعدين في حاجه بقى مميزه، مش كريم بيعمل طبقه ولا كريم تقيل. بصوا بس عشان هو كان متبرشم من بره ومن جوه كمان. بصوا هو مش كريم تقيل، هو خفيف جدا. يعني بعد ما تدعكيه ده هيبقى في مكان الحفاضه او المكان اللي فيها التهاب عند طفلك. على فكره انت ككبيره برضو تقدري ان انت تستخدميه لو في مكان فيه اي التهابات، امن جدا على المناطق الحساسه. تمام. هتلاقيه خفيف جدا جدا. وبصي ما عملش طبقه اهو، بصي زي يعني هيروح على
على طول هيروح. مش هيعمل مثلا زي الكريم السودو كريم بيعمل طبقه تخينه كده زي اللبن كده، بيبقى تقيل. خلي اللايف مثبت. اكيد هخليه مثبت يا جماعه. وانا حاليا المنتج ده بطلعه دلوقتي قطاعي لكل فانز لولا، لكل محبين لولا، لكل امهات عندها بيبي صغير. طبعا احنا في فتره مدارس دلوقتي، الاولاد رايحين جايين من المدرسه، خصوصا البنات بيرجعوا بقى من اللعب والعرق والفرهده والمرمطه في المدرسه، بيرجعوا شعرهم بقى في اوساخ وفي اتربه وفي بلاوي سودا في شعر الاطفال. فده منتج طبيعي 100%، مش هيأذيهم في حاجه. هيساعدك في عمليه التمشيط انت بتيجي تسرح شعرك هتلاقيه ناعم جدا جدا، لان اللي بيحتوي عليه الشامبو حاجات مش هتخليكي تحتاجي للبلسم. البلسم احنا عارفين هو بيخلي الشعر طري، هو هيطري وهيرطب وهيسلك وهيعمل معاكي كل اللي انتي محتاجاه في شعر طفلك. خلي لايف مثبت. حاضر، هخليه مثبت لسه حد دقايق حالا. طيب اللوشن بقى يا جماعه، اللوشن ده مش يعني، في ناس كتير بتخاف من الحاجه اللي فيها ريحه على جسم الاطفال. حتى انا لما خلفت سيليا كذا حد نصحني يعني ما تحطيش حاجه فيها اي عطر على جسم الاطفال. انا ما كنتش بقتنع بالكلام ده الحقيقه، وكنت بستخدم يعني بحط لسيليا لوشن عادي، ممكن احط لها زيوت معطره. كنت بستخدم الحاجات دي كلها. في حاجات عملت لها منها التهاب، ده حقيقه، فوقفتها. المنتج ده اللوشن انا جربته في الريفيو على جسم سيليا مباشره. لو في اي ضرر في اي حاجه كان هيظهر على جسم بنتي، فبالتالي عمري ما كنت هعلن عنه. اللوشن ده مش بس معطر، ده مرطب. يعني انت لما تحطي منه انت نفسك هتلاحظي الفرق. بصي هتلاقي حتى الغطا تقيل عشان العبوه ما تسربش. ازيك يا لولا عسل، فينك من زمان؟ موجوده، انا تحت النظر. انا سايبالكم، هنزل لكم اللينك تاني اهو. اي حد عاوز يسأل عن حاجة، يستفسر عن السعر، عن الاوردر هيوصل ازاي. هو انتي صحفية ولا في صيدلية؟ لا انا مش في صيدلية ولا حاجة، انا بس عملت براند باسمي لفانز لولا فاني، عشان انا 3/4 الفانز بتوعي اصلا اطفال. طب انتي عندك طفل بذمتك امشي. انتي بتقولي لحد تاني؟ بصي سيبي اللي يتكلم، ما ترديش على حد. اسكت. انا امبارح طالعه لايف بهزر وبضحك مع الناس، يقولي ده كذب وانتي مفتعل الحاجات دي. لا انا جبتها وجربتها ومش عارفه طلع فيها ايه، وانا اصلا طالعه بهزر مع الناس. يعني انتوا مش لاقيين حاجه تقولوها؟ بصوا بقى يا جماعه اللوشن اهو، وبصوا بصوا ميه خالص، مش برضو من اللوشن اللي ممكن يعمل لك طبقه سميكه على جسم الطفل او جسمك عامه. يعني بصوا هو خفيف جدا اهو. يعني هو عامه اللوشن بيبقى كريمي كده، خفيف جدا جدا، عامل زي الميه. معطر ومرطب، ما تخافيش منه من اي حاجه، لا بيعمل التهاب ولا بيعمل حساسيه ولا اي حاجه. ودلوقتي هنتكلم عن مكوناته وهنقول تاني ايه بتزفلط وهنقول تاني يا جماعه، الغطا ما تيجي تقفليها ما تسيبيش الغطا كده، الغطا مفتوح ما اتقفلش. بصي اهو، تدوسي على الدوريه اللي هنا. سمعتي التكه دي؟ التكه دي امان، انت كده رجعتي العلبه تاني متبرشمه زي ما هي. بس انا عشان عايزه امسكها ايدي عماله تزفلط جامد. مش اخدين عليكي كده، عليكي جدا قوي كده. ايه مش اخدين عليكي جدا قوي كده؟ مش فاهمه يا حبيبتي بتتكلمي عن ايه. عايزه حاجه لتتقيل شعر بنوتي عندها 2 سنين. بصي هي المكونات اللي فيها مكونات طبيعيه 100%، فاي حاجه طبيعيه متقلقيش منها. يعني عايزه تتقلي، عايزه تعالجي، عايزه تطولي شعر بنتك، اكيد هيفيدك. على فكره يا جماعه انا خدت التستر بتاع المنتج من كام شهر، من شهرين.
كنت بزود فيه شويه تعديلات بس، عشان كده اتاخر شهرين كمان لحد ما استلمته وطلعت كل لايف. انا في التستر اللي فات ده كله انا كنت بستخدم منه، والله استخدمت منه انا وساليه. طيب بصوا يا جماعه، اللوشن اكسيد الزنك، خلاصه الصبار وزيت الجوجوبا وخلاصه الكاموميل، خلاصه الكاموميل واكسيد الزنك وخلاصه الصبار وزيت الجوجوبا، ده كل حاجات ما فيهاش اي مشكله على بشره طفلك. معطر ومرطب، يعني هتلاقيه ناعم وريحته حلوه. ثانيه واحده. لو طلع تاني تفريش الباقي. ماشي اخد ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه؟ ريحه حاجه حلوه. اللوشن بتاعي ريحته حلوه قوي ما شاء الله. امبارح سيليا كان عشان انا عندي كميه كبيره فجابت علبه منهم بتلعب بيها، جابت بقى العلبه اللي انا فاتحاها وراحت دعكها على السجاده دعك دعك دعك، فلميتها عشان ماما تاخدها يعني توديها للدراي كلين وكده، قالت لي لا سيبيها ده معطره الشقه. ريحته جميله جدا يا جماعه وناعم جدا جدا. وزي ما بقول لكم ممكن تنزليه في الصيدليه، اكيد طبعا اكيد طبعا هنزلها في الصيدليه لسه. هروح اعمل يعني هوزع المناديب بتوعي على الصيدليات باذن الله، وهنزلها قريب جدا في الصيدليات، لان انا ماشيه كل حاجه تمام جدا ومصرح من وزاره الصحه. رقم اهو الرقم اهو، فانا مش خايفه من حاجه ومش عامله حاجه تحت السلم. ندى اقفلي الباب يا ندى. ومش عامله حاجه تحت السلم ومش عامله اي حاجه غلط ولا تضر حد. بيقول السعر كام؟ اي منتج من ده يا جماعه سعره 100 جنيه، يعني اللوشن ب100، الشاور ب100، الشامبو ب100، ما عدا الدابر كريم ده ب80. انما اي حاجه من دي ب100. لو هتاخدي الباكج كله في عرض وفي خصم. فمحتاجه اي حاجه من المنتج اللي انا لسه قايله لك عليهم دلوقتي، انا بطلع قطاعي لكل عملائي، لكل حبايب لولا، الفانز بتوع لولا، بيبيهات لولا. بس لو هتاخدي اكتر من يعني العدد، هتاخدي باكج او 2 أو 3 ففي خصم لكل عدد باكج انت هتاخديه. تسألوا على حاجة تانية، انا بصوا هكلمكم كل حاجة في اللايف مباشرة، عشان ممكن ان حد يقول لك لا ده دخلت لنا مثلا في الخاص قالت لا ده ب150 وب200 زي الاسعار اللي بنسمعها في الشامبوات بتاعه البيبيهات. لا احنا بقى ما بنعملش الاسعار دي، احنا اي منتج من اللي انا طلعته ده ب100 جنيه سعره جميل. اكيد يعني انا قبل ما استخدم المنتج ده اقسم بالله كنت بجيب لسيليا شامبو نوعا ما، مش نوعا ما حلو، مش عايزه اقول اسمه يعني، هو كويس، هو لا حقيقي هو كويس. انا كنت بجيب منه العبوه ب200 جنيه، العبوه الشامبو قد كده ب200. فانا مش عايزه يعني، انا عامله براند جديد وكمان للفانز بتوع لولا، فمش عايزه ابالغ في السعر. فعملت اي منتج، اللوشن ب100، ده الشامبو ب100، الشاور ب100، اي حاجه من دي ب100 جنيه تمام. والدبر كريم ب80. الدبر كريم ده يا جماعه زي ما اتكلمنا اهو، هو للالتهابات والتسلخات ومكان الحفاضه عند البيبي. انت بقى محروقه ممكن تحطي منه، عندك التهاب في مكان ما ممكن تحطي منه. امن جدا جدا على المناطق الحساسه لانه كله مواد طبيعيه ما فيهاش اي كيميكال يا جماعه. سؤال بعد اذنك، هي السلوبيت دي ما ينفعش تتقفل ايه؟ تبقى كده يعني؟ ما هي تقفلها معاها جاكيت كده، بس هي لزوم الحركات بس نزلها كده، لكن هي سلوبيت عادي. انا هرد عليكم في كل حاجه هنا. مفيش زيت للشعر، ما هو احنا ينفع لحديث الولاده عندها شهرين، ينفع من عندها يوم واحد. المنتج ده ينفع للطفل اللي عنده يوم واحد يا جماعه. انا حتى من ضمن الخطه اللي جايه باذن الله هعرضهم على اطباء الاطفال وحديث الولاده. احنا ماشيين في السليم وماشيين في التمام، فهنوزعه تمام برضو. ينفع لحديث الولاده عندها شهرين، اكيد يا منى ينفع
كلميني برضو على الجروب، انا سايبه لكم اللينك بتاع الجروب ده، وهنتفق هبعتهولك ازاي، هبعتهولك اي محافظه انتي موجوده فيها. نسيت اقول لكم حاجه كمان، انا هستنى الريفيو بتاعكم، يعني اللي هياخد المنتج هيجربه، هستنى الريفيو بتاعه، سواء كان فيديو، سواء بتوصف لي او بتشرح لي هي قالت ايه. وكل الريفيوهات دي يا جماعه هنزلها على البيج علشان ثقه العملاء. انا لسه بنقول يا هادي، ولسه بنقول يا رب، وربنا يكرمنا ويكرم كل محتاجه، امين يا رب. وان شاء الله البراند ده يعني يعجبكم وتطلبوه كتير، لان انا بقالي 6 شهور مستنيه استلمه. انا قعدت فتره كبيره جدا، قعدت 6 شهور بعمله فيه. لما استلمته من شهرين كان فيه شويه تعديلات بسيطه، كده، فاضطريت ان انا ارجع للشركه وللمصنع. عملت لي التعديلات، كل التعديلات اللي انا قلت لها عليها، واستلمت كمان من يومين. لا ده من يومين ايه، ده اول امبارح طلعت لكم امبارح، يعني هو السكه دي في حوالي 4-5 ايام كده. واول ما جبته لما استعملته على بنتي، واول ريفيو نازل على البيج اللي انا عاملاها للمنتج بتاع بنتي. استعملوا براند لولا فاني وعلى ضمانتي والتوفيق دي حاجه بتاعت ربنا. زي ما اقول لكم انا محطمه اسعار نزاله، سعر العبوه 100 جنيه بس، مش 105. السعر العبوه 100 جنيه لاي قطعه انت عاوزاها. ولو هتاخدي الباكج كله في خصم، لو هتاخدي من الباكج مثلا ليكي ولاختك والبنت عمك مثلا باكجين فيهم خصم، 3 باكجات فيهم خصم، هيوصلك لحد باب البيت، في شحن لجميع المحافظات. الدابر كريم بس يا جماعه هو اللي مش ب100، الدابر ب80 مش ب100، ب80 جنيه. انت كبيره تستخدميه، انت عندك اطفال تستخدميه، عندك بيبي لسه عندها يوم واحد تستخدميه. هي الحاجات كلها طبيعيه 100%. وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. هقفل اللايف وهفتح البيج، وانا حاطه لكم اللينك بتاعها، وهفتح البيج وهبدا ارد على كل اللي بيسالني، وانا والادمن. انا معايا حتى الادمن اللي هترد عليكم، فهي واحده ما انتوا عارفينها برضو. فهنبدا نرد عليكم، وابدا استلم منكم الاوردرات. ولو في عندك اي مشكله، عندك اي حاجه قوليلي. ولو استلمتي الاوردر فارجوكي تبعتي لي الريفيو بتاعك، وانا هنزله على البيج. والله المستعان. وربنا اتكلنا عليك يا رب. والتوفيق التوفيق بامر واذن الله، باذن الله تعالى. طيب ده لا ما اسموش دبل كريم، اسمه دابر كريم. تمام، دابر كريم. الفرق بينه وبين بين الايه قلتي؟ تعرف فين؟ ليه رجعتي تلبسي تربون؟ انا برتاح نفسيا في التربون جدا. وبعد اذنك او اذنك يا محترمه او يا محترم، انا شايفه ان هي حاجه شخصيه يا جماعه. انتوا عرفتوني بالتربون، وربنا يهدينا ويهديكم اجمعين يا رب. مش هطول عليكم اكتر من كده. لا ما بيحرقش العين، لا ده كلها زيوت. لو نزل على عين البيبي بتاعك مش هيحرقها. عايزه تجربي ده، خدي انتي شاور بيه الاول، وخلي الرغاوي او الصابون تنزل على عينك، مش هيحرقها، هي كلها زيوت. فما تستغربيش لو انتي عملتيه وما رغاش. يعني لا، هو اوريدي هيرغي، بس لو ما رغاش كتير عشان الزيوت اللي فيه، عشان فيها مواد فعاله في الزيوت. زيت جوجوبا وجوز الهند وزيت زيتون، كلها حاجات طبيعيه 100%. انا دلوقتي هقفل اللايف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهبدا ارد على المسجات اللي هتيجي على الصفحه، ورزقنا ورزقكم على الله. تصبحوا على خير.